احكي لكم انه موسم برشلونه بلش هسه. فوز مهم لبرشلونه، وبعد 68 يوم من غياب اجتماع كل من بيدري ورافينيا في نفس المباراه، بيرجع برشلونه وبينتصر في اهم المباريات امام نادي اتلتيكو مدريد، وبيستمر في صداره الدوري الاسباني على ريال مدريد. مشكله برشلونه الاساسيه كانت في غياب كل من بيدري ورافينيا وباقي اللاعبين، ولكن هذول اللاعبين مؤثرين جدا لدرجه عندما عادوا الى برشلونه رجع برشلونه من اول وجديد بحيويه ونشاط، ان كان بنصف الملعب او بالمقدمه يعني بالهجوم. ليفاندوسكي بيضيع ضربه جزاء ثاني تواليا بعد ما ضيع ضربه الجزاء امام نادي اشبيليا، وحرم برشلونه من امكانيه تحقيق الانتصار في مباراه خسر فيها برشلونه 4-1 امام اشبيليا. السيناريو هذا اللي منع تكراره وجود البرصا بشكل كامل داخل الملعب، وخصوصا تواجد بيدري ورافينيا بالملعب. بيدري ورافينيا انا بنظري مش الاهم، انما عوده داني اولمو الى جزء من مستواه هو الاهم بعد هدفي امام نادي الافيش وهدفه المهم امام نادي اتلتيكو مدريد. اصابته ممكن تشكل خطر كبير على اللاعب بالفتره القادمه وعلى برشلونه وعلى تشكيله المدرب الالماني هانز فليك في ظل غياب اللاعب فيرمين لوبيز.